تعرفوا ان انا من الناس اللي ما كانتش مقتنعه خالص بجهاز الساندوتش ميكر ده، وبالنسبه لي بجد ليه اشتريه؟ ما انا ممكن اعمل حاجات اللي هو بيعملها في البيت بكل سهوله عادي. بس الساندوتش ميكر بتاع رافال ده بالذات بجد غير لي رايي. اول حاجه حجمه كبير، تاني حاجه فيه 6 وشوش فبيعملوا اكتر من 6 حاجات، فبالنسبه لي هم جمعوا 6 اجهزه في جهاز واحد. فتعالوا نجربه مع بعض واقول لكم رايي فيه بكل صراحه. واول حاجه هجربها هي الوافل، فعملت عجينه وافل كده على السريع واستنيت لحد ما الجهاز نور النور الاخضر كده ودرجه حرارته مناسبه وجاهز على الاستخدام. حطيت الوش بتاع الوافل ودهنته بالزبده وحطيت العجين وحوالي 8 دقايق كده بالظبط، وطلع لي احلى وافل باحلى لون وقرمشه زي ما انا بحبه بالظبط. وتاني حاجه جربتها كانت الدونتس، عملت برده عجينه دونتس وهكتب لكم كل المقادير دي في الكابشن تحت ما تقلقوش. وحطيتها برده في الجهاز وخمس دقايق بالكتير وطلع لي احلى دونتس سريعه جدا وسهله، وكمان من غير بقى عجن ولا خبز ولا قلي ولا اي حاجه من الحاجات دي. اما تالت وش بقى فهو الجريل، وطبعا ده ليه اكتر من استخدام. ممكن نستخدمه في السندوتشات العاديه، نديله بقى وش كده جريل زي السندوتشات اللي بنجيبها من بره، او كمان ممكن نستخدمه كشوايه تقدروا تشووا عليها بقى اي حاجه انتوا حابينها، فراخ، ستيك، سمك، اي حاجه. كمان الوش التاني بيتفتح فبيديكم مساحه اكتر تحطوا فيها كميه اكبر. وفي وشين، وش مسطح ووش مضلع. اما بقى الوش بتاع التوست فتقدروا تحطوا فيه توست محشي اي حاجه انتوا عاوزينها وتقفلوا عليه ويطلع لكم متحمص والجبنه سايحه وبجد طعمه خطير. اما اخر وش بقى واكتر واحد ابهرني هو الوش اللي بيعمل بسكوت الايس كريم ده. بتحطوا العجينه وبتقفلوا عليها حوالي 5 دقايق وبتطلع لكم بالشكل ده، بتلفوها على شكل الكون وبتنشف في ثانيه، وبجد بتبقى احلى بسكوت ايس كريم ممكن تعملوه في حياتكم. وبس كده، بجد الجهاز بالنسبه لي 10 من 10، وندمانه بجد ان انا ما جبتوش من قبل كده. وهو 1400 واط وبيجي معاه كمان ضمان سنتين، ولو حبيتوا تطلبوه بقى هسيب لكم البيج بتاعتهم، خشوا كلموهم واسالوهم عن كل التفاصيل.